يا ترى ايه اللي يخلي عميل لما يشوف اعلانك ما يشتريش وعميل تاني يشتري وممكن يرجع لك تاني؟ هنا السر في رحلة العميل. معانا 5 حاجات نعملهم علشان العميل لما يشوف اعلاننا يشتري ويكون عميل دائم لينا. اول مرحلة العميل بيعدي منها هي الوعي. بيشوف الاعلان بتاعك وبينتبه. هنا دورك مش ان انت تبيع له، هنا دورك ان انت تشد انتباهه ليك وتخليه ياخد باله منك. تاني مرحلة الاهتمام، ان العميل يهتم ان هو يخش صفحتك، يتفرج على شغلك، يشوف تقييم العملاء، يشوف المنتج وجودته عاملة ازاي. تالت خطوة القرار. خلاص العميل اقتنع، شبه واثق فيك، وبيبقى فيه شوية حاجات هي اللي بتحدد قراره. زي مثلا السعر، هل سعرك مناسب للجودة اللي انت بتقدمها؟ طب هل في سهولة في الطلب؟ طب هل في تقسيط؟ يعني من الاخر التسهيلات اللي انت بتقدمها له علشان تسهل عليه الشراء. رابع حاجة التجربة. تجربة العميل للمنتج او الخدمة، لما يشتري وجرب واقتنع او اتبسط تأكد تماما ان هو هيرجع لك تاني، بل وهيرشحك لناس تانيين. خامس مرحلة والأخيرة هي ولاء العميل ليك، إن خلاص العميل ده بقى عميل دائم عندك، ولاؤه ليك مش هيشتري غير منك أنت. ده هيجي إمتى؟ لما يحس إن أنت معاه خطوة بخطوة حتى بعد ما يشتري. هل بتتابع العميل بعد ما يشتري؟ هل بتتابع العميل بعد فترة من تجربة المنتج؟ هل بتتابع العميل عشان عندك خدمة ما بعد البيع، حتى لو في مشكلة بسيطة قد كده تقدر تحلها له؟ فلو ما بتبيعش من الإعلانات بتاعتك، ممكن تكون المشكلة مش في الإعلان، ممكن تكون المشكلة في رحلة العميل. في حاجة من ال5 اللي قلناهم ناقصة منك أو واقعة منك، في حاجة فيهم فيها مشكلة. ممكن يكون العميل بيشوفك بيهتم بس ما بيشتريش. هنا تعرف هو ما بيشتريش ليه، لازم تحلل المشكلة فين. فالخلاصة افهم الرحلة تكسب العميل.